بركاتك يا شيخ مودست. بركاتك يا عم مودست. تقريبا تاريخ ميلاد مودست هيبدأ النهاردة الخميس 28 ديسمبر 2023. وكسبنا لعيب جديد اسمه أنتوني مودست، كان بيلعب النهاردة في نهائي كاس السوبر بين الأهلي وبين مودرن فيوتشر. بس الأول نقول الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الماتش بدأ النهاردة بالتشكيل اللي هو مصطفى شوبير، علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني. 3 بتوع خط النص إمام عاشور، كوكا، أحمد حسن كوكا، مروان عطية. 3 اللي قدام الشحات وبيرسي تاو، والمهاجم كهربا الفولت العالي. وزي ما عودنا الأهلي في المطوشة المهمة، المباريات المهمة، بنلاقيه شادد ومركز. وده اللي حصل في الشوط الأولاني النهاردة. اكتساح أهلاوي في الشوط الأول، اكتساح أهلاوي. يعني مودرن فيوتشر يعني كانوا تايهين في الملعب. الجون الأولاني كهروب الفولت العالي جابه، والجون الثاني حسين الشحات جابه عن طريق اسيست من كهربا. لغاية يعني آخر الشوط الأولاني بنلعب كويس وتمام التمام. ثم بدأ الدلع بقى. بدأ الدلع بعد ما اللعيبة اطمنت وركنت إن إحنا خلاص جبنا جونين وخلاص الماتش خلص. الماتش خلاص ضمناه في الجيب، وده ما ينفعش في كرة القدم. فبدأ الدلع وبدأ الأرقام الفردية للنجوم، خاصة حسين الشحات وبعض النجوم. والشوط الأولاني خلص على خير الحمد لله 2-0. بدأنا الشوط الثاني برضه بالثقة الزايدة والفردية، ولغاية ما جه الخطأ بتاع مصطفى شوبير. يعني اتلخبط شوية في التفكير، يشوط ولا يباص ولا ايه، لغاية ما السعيد قطعها منه وجت جون. الجون بتاع فيوتشر يعني نقطة انقلاب في الماتش. الماتش اتقلب 180 درجة. وفوتشر ضغط ولعبوا برجولة، واحنا لعبتنا ما زالوا بيدوروا على الارقام الفردية ومطمنين لغاية ما جه جون التعادل بتاع محمد محمود. والماتش مشي سجال، بل بالعكس فيوتشر كان هو الاكثر خطورة، وهو اللي بيوصل للجون كتير. واحنا زي ما نكون نسينا الكورة، زي ما نكون نسينا الكورة، لغاية ما الماتش انتهى، او الوقت الاصلي انتهى بالتعادل 2-2. طب نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بدأنا الوقت الإضافي والأهلي حس بالخطورة، فبدأ اللعيبة تنسى بقى الأرقام الفردية وتنسى ذاتها وتنصهر في بوتقة واحدة لمصلحة الفريق. لكن في اوتشر برضو كان الند، لغاية ما نزل عمنا مين، الشيخ أنتوني موديست. البداية الحقيقية لموديست مع النادي الأهلي. ويعني ما هي يعني جت من عند ربنا، يمكن عشان يكون لسه ليه نصيب يقعد في النادي الأهلي. جاب جون اتلعبت له حلوة أوي 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 من علي معلول، وظبط نفسه ووسع لنفسه ورا الباك وخد راحته ولعبها في الزاوية الشمال لجنش. 1-0. 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 1-
وبرضه سبحان الله عشان نرجع نحب تاني أنطوني موديست، كورة جاية من مصطفى شوبير على دماغ موديست ينشنها عند كريم فؤاد. كريم فؤاد يعمل محاولة جد عليها ويسيطر على الكورة ويلعبها شيف باص لب من فوق. من فوق مين؟ من فوق جنش لحظة خروجه. فالحمد لله جونين جوهم يعني. وصحيح احنا لغاية آخر وقت يعني واثقين ان احنا هنكسب، وان احنا في الاوقات الصعبة اللعيبة بتبقى رجالة ومعدنها الاصيل بيظهر. لكن الماتش ده بصراحة يعني الاهلاوية قلوبهم وقعت، وربنا اكرمنا في الاخر بجون مودست وجون كريم فؤاد. وبدأ الاهلي بقى يلعب اللعب بتاعه. رجع الاهلي من تاني وما فرطش في المكسب وفرق الجونين. وده يعتبر كاس السوبر رقم 14 بالنسبة للأهلي. هو دي بطولة السوبر رقم 21، والبطولة الأولى بعد التعديل إنها تبقى 4 بدل ما كان بطل الدوري وبطل الكاس. ال20 اللي فاتوا كانوا بطل الدوري وبطل الكاس. دي البطولة ال21 اللي هي بقى فيها 4 بدل 2. ودي البطولة ال14 للأهلي. طبعا رجل المباراة مروان عطية، بس أنا يعني تعاطفا مع موديست كنت عايزه يبقى هو يكون راجل المباراة عشان نرفع معنوياته ونفتح نفسه ونحسسه إن جمهور الأهلي اللي بيعرق عشان خاطر النادي الجمهور ما بينساهوش وبيفتكره وبيرفعه على الأعناق على الأكتاف. ففي الآخر بنقول مبروك للأهلي والأهلوية، وإن شاء الله الأهلي هيطوي صفحة البطولة دي. هيحتفل اللعيبة النهاردة، وبكرة هيبصوا يشوفوا فيه إيه جديد، ينضموا للمنتخب ولا إيه المطلوب منهم، يرجعوا للدوري ولا كده. فألف ألف ألف مبروك للأهلوية، ومن نصر إلى نصر ومن بطولة إلى بطولة يا أهلوية. ونشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو التاني. السلام عليكم.